السلام عليكم، ورجعت لكم تاني ببسكوت الشاي كوكيز النسكافيه. كوكيز الكافيه اتعمل بطريقة احترافية، واستسمحكم نمشي ورا الفيديو للآخر عشان في تريكات في التسوية وفي عوامل. وبصوا الموضوع عامل ازاي، هش جدا وناعم وحاجة تخطف العقل. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونعمل لايك للفيديو ونكمل الفيديو للآخر عشان في عوامل في التسوية وعوامل في الخبيز، وازاي طلع معانا كده هش وخفيف وحاجة زي القمر. ونبدأ الوصفة على بركة الله. السلام عليكم، ورجعنا النهاردة ان شاء الله هنعمل كوكيز القهوة. هنعمله عشان خاطر الأعياد وعشان خاطر رأس السنة وعشان خاطر عيد الميلاد المجيد. والنهارده المقادير اللي معانا النهارده على بركة الله، معايا 2 كوباية دقيق، نص كوباية سكر، 1 معلقة نسكافيه، 2 بيضة، 100 جرام زبدة أو زيت، 100 جرام شوكولاتة شيبس، ذرة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 ظرف فانيليا. ونبدأ العجين على بركة الله. وأول حاجة هننزل بيها الزبدة تكون درجة حرارة الغرفة أهو. بعد الزبدة هننزل بالسكر بتاعنا بسم الله. كل ده هيندمج مع بعض لحد ما يبقى شبه الكريمة. احنا 2 معلقة مية سخنة ودوبنا فيها النسكافيه بتاعنا اهو زي ما حضرتك شايفة اهو، عشان هنضيف على باقي المكونات. كده الزبدة يعني شبه جاهزة. نزلنا بالبيضتين مع الفانيليا مع النسكافيه كل ده مع بعض، وهنديله ضربة خفيفة كده اهو زي ما حضرتك شايفة. السوائل كلها نازلة مع بعضها اهو. وهنشغل الميكسر بتاعنا او على ايدينا واحدة واحدة، وهننزل بالبيض تدريجيا كده. وكده اندمجت معانا الزبدة والسكر والبيض والنسكافيه بتاعنا. وننزل اخر حاجة بالدقيق بسم الله زي ما حضرتك شايفة كده اهو. ونلم معانا وهتصبح عجينة كويسة. والبيكنج باودر اهو ده كوكيز الكافيه، كوكيز النسكافيه لعشاق القهوة. بنعمله بطريقة مبسطة وهيعجب حضراتكم جدا جدا جدا. وجبنا صاجنا كده واديناه مادة دهنية اهو، او نشتغل على ورق زبدة، وبعدين حطيناه في كيس الكريمة بالبلبلة السادة اهو. وهنيجي نعمل كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، عشان ده هيفرش شوية اهو. ده بسكوت القهوة لعشاق القهوة. ولو عايزين نحطه في التلاجة لمدة ساعة وبعد كده نشكله بايدينا مفيش مشكلة، لكن انا طبعا احب اكسره كده بالكيس عشان يبقى حجم واحد. نبل كده ايدينا اي مادة دهنية، والنية من المنقار اللي اتعمل ده ابص عامل ولد جاهز ازاي اهو بسم الله اهو زي ما حضرتك شايفة كده اهو. بسكوت هيعجب حضراتكم، والقطعة بتعادل فنجان قهوة بصراحة يا جماعة. هنحط على كل واحدة كده شوية اهو اهو. استسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد والكل يستفيد. دي طريقة سهلة اهي. عايزين بقى تضاعفوا الكمية مرة واتنين ماشي، عايزين تجربوا ولو عجبكم تكملوا الوصفة اكبر ماشي، زي ما حضراتكم عايزين اهو. هيخش الفرن على 160 درجة يقعد معانا 20 دقيقة وننتظر مع بعض السوا، وان شاء الله هيعجب حضراتكم قوي قوي. شوكولاتة شيبس بقى عايزين تحطوا ازيد ماشي اقل ماشي. ودي كانت بسكوت الكافيه، وهندخله الفرن على 160 لمدة من 15 ل 20 دقيقة وننتظر مع بعض. حضراتكم شايفين خرج القمر من الفرن بسكوت النسكافيه. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، سوا فوق وتحت وهش جدا. واللقمة زي ما حضراتكم شايفين طعم وشكل ولون. وهنسيبه يريح وهنغرفه ونقدمه مع بعض مع الشاي او القهوة. كانت نهاية وصفة بسكوت النسكافيه بتاعنا او كوكيز النسكافيه. اتعمل بطريقة سهلة وبخامات سهلة ومكونات سهلة. ودي كانت نهاية وصفتنا، وهناخد معاه الشاي كده بسم الله. هيبقى طعمه يخطف العقل
وتفضلوا معانا، واشوفكم في وصفات تانية كتير. واستسمح حضراتكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.